رجعنا ليكم مرة تانية في برنامج دكتور هيلث، أقرب وأكبر منصة طبية في مصر والشرق الأوسط. إحنا كلنا عارفين قد إيه ولادنا بيتعرضوا للأمراض بسهولة، ومع كل شتاء بيزيد القلق. بس الحقيقة إن صحة الولاد مش مجرد حظ، مش صدفة، في عوامل كتير بتأثر على مناعتهم ونموهم: الأكل، النوم، الرياضة، وحتى طريقة اللعب. وعشان كده هيكون معانا النهاردة دكتور ماجي لويس، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة واستشاري الحساسية والصدر بمستشفيات أبو الريش الجامعي، واللي هتوضح لينا كل حاجة. ازاي حضرتك يا دكتوره ماجي؟ اهلا بيكي منورانا ومشرفانا في برنامج دكتور هيلث. موضوع جمال. مهم جدا بقى الامهات، وان هي بتشتكي لنا دايما في العياده: انا ابني مش يعني هو بيتحرك ولد كويس وبيتنطط وزي الفل، بس تيجي تطلب منه حاجه تلاقيه كسلان، تيجي تنزله التمرين تلاقيه مش راضي وهمدان ومش عايز ينزل، ما دون ذلك الولد زي الفل في البيت. فحضرتك تنصحي الامهات يعملوا ايه لاطفالهم علشان نبقى ضامنين ان صحتهم وتغذيتهم كويسه؟ هو اكيد في عناصر اساسيه لصحه الطفل ونمو الطفل، يعني هو بيكبر جسمه بيتبني معاه، ففي حاجات اساسيه مهمه جدا. اولها طبعا التغذيه السليمه، لازم الطفل يبقى بياكل اكل متوازن، بياكل اكل صحي، بيبعد عن الاكل المصنع او الغير صحي او الغير سليم. يكون الطفل مثلا بينام ساعات كفايه وبينام بانتظام، يكون الطفل بيمارس رياضه بشكل منظم وكويس. والمهم برضو ان احنا بننصح بمكملات غذائية تعوض الطفل عن اي عناصر تكون هو مش بيقبل عليها في الغذاء بتاعه، او يكون هو مثلا بينتقي اغذية معينة ومش بيميل لاغذية تانية. فبندي مكملات غذائية تساعد الطفل على ان هو كل العناصر مجتمعة، تبقى بتحفز النشاط بتاعه وبتساعد النمو بتاعه وبتحافظ على الصحة بتاعته. طيب لو دكتورة ماجي لويس هتوصف مكمل غذائي أو حاجة مهمة متكاملة للطفل، تحبي إيه حضرتك العناصر اللي تنصحي إن الأم تختارها في المكمل الغذائي بتاعها؟ هو في عناصر أساسية وخصوصا في أول سنين من العمر، لازم يبقى في فيتامين A وفيتامين D وفيتامين C ومجموعة فيتامين B والحديد بحد برضو معقول وكويس، بحيث نمنع نقص أي حاجة من العناصر دي، لأن دي بتكون جزء من بنى الخلية ووقود الخلية اللي هي الوظيفة بتاعتها. فلو احنا هندي مكمل غذائي يهمنا ان هو يكون بيحتوي على كل العناصر دي، تساعد الطفل انه ما يبقاش عنده نقص في اي حاجة، وتحفز الجسم ان هو يبني نفسه بشكل طبيعي، والوظيفة بتاعته برضو تكون سليمة وكويسة. طيب حضرتك ذكرتي عناصر مهمة جدا طبعا الطفل ياخدها، كنت عايزة أسأل حضرتك على حاجة معينة طبعا ليها علاقة بشغل دكتورة ماجي لويس: أدوار البرد والشتاء والحاجات. حضرتك طبعا وحدة الحساسية والصدر في أبو الريش، فدي يعني أساس الأمراض دي. الأطفال دول بقى، هل فعلا لما حضرتك بتكتبي لهم علاج بيفرق مع حضرتك إنك تدي معاه مكمل غذائي يكون فيه مثلا زنك، يكون فيه حديد، يكون فيه فيتامين د؟ هيفرق في مرضهم؟ هيفرق في الأدوار دي ولا إيه رأي حضرتك؟ هو أنا هغشش الأمهات على حاجة أساسية أنا دايما بنصح بيها أي طفل بيمر بأي دور يعني تعب، أو خصوصا لو في الجهاز التنفسي أو في الحساسية. أول حاجة مهمة جدا إن هم يشربوا مية بكمية كبيرة، هايدريشن، يشرب مية كتير. الطفل وهو عنده أي حاجة دور في صدره بيبقى عنده كمية بلغم كتيرة محتاج الجسم إن هو يتخلص منها، والمية عامل مهم جدا في الموضوع ده. تاني حاجة إن الأكل بتاع الطفل يكون غني بالمكونات الطبيعية زي الخضروات زي الفواكه، بروتين بحد كبير، ونمنع الحاجات اللي هي ممكن تكون مؤذية بالنسبة له، وخصوصا السكر المضاف أو الأدد شوجر سواء في الأكل أو في الشرب. فدي بغششكم بيها الحاجات المهمة. تاني حاجة لما يكون في نقص في أي حاجة من العناصر، خصوصا مثلا الزنك، والزنك ده معروف إن هو بيساعد تعافي جهاز المناعة والتعافي من أي أمراض، فإحنا بنحب نضيف الحاجات دي كسبورت للطفل في أثناء الفترة اللي بيبقى فيها عدوى متكررة مثلا زي الشتاء. يعني حضرتك تنصحي ان احنا ندي مكملات غذائيه زي تشيكس فيت يكون فيه العناصر اللي هي الزنك واللايسين والفيتامين بي كومبلكس والفيتامين دي، دي هتفرق فعلا في مناعه الطفل؟ طبعا احنا لازم ندي سبورت
للتغذيه بشكل كويس، يكون فيه كل العناصر اللي احنا اتكلمنا عليها. حضرتك نورتينا وشرفتينا يا دكتوره ماجي، ميرسي يا وباذن دكتورة الله ولاء. معانا دايما في دكتور هيلث. دايما ان شاء الله. ميرسي لحضرتك. ميرسي يا حبيبتي.